السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة إن شاء الله يا ربي، وفي تمام صحة. كنقدم تحية كاع متابعين ديالي فيما كانوا. كنتمنى تكونوا مزيانين وبخير وعلى خير. الله يبعد عليكم شر الخلق وأي حاجة تأذيكم يا ربي الحبيب. نبداو في القصة ديال اليوم على بركة الله، وقبل ما نبدا ما تنسونيش من التعاليق ديالكم ولايكات فضلا وليس أمرا. عفاف واحد البنيته كتقرا على راسها باغا دير مستقبل ديالها، من عائله ميسورة الحال الحمد لله، كتعيش بخير وعلى خير. هاد البنت هادي عفاف كتعرف واحد الولد من ايامات فاش كانوا ساكنين في واحد الحومه قبل ما يشريو دويره ديالهم ولا هما فين ساكنين. وبقات كتعرف داك الولد كيهضروا مع بعضياتهم، مره في فيسبوك، مره هادي، مره حتى ولا الواتساب ولاو كيهضروا مع بعضياتهم، وتطورات العلاقه بيناتهم حتى ولاو كيبغيو بعضياتهم. وهذه مع الوقت مني داك الدري ولا قاد بالمسؤوليه وعارف راسو انه غادي قادر يتزوج ديك البنت وقادر يدير وليدات وهذه قرر انه يتزوج لانه مسك عليه الله سبحانه وتعالى. ولا مهندس دوله وهذا والحمد لله ميسور الحال وكل شيء بخير وعلى خير. متزوج بداك البنيته حتى دار الدار وأتتها عادة. قرر أنه يتزوج باش يكون قاد بالمسؤولية ديال مراته ووليداته اللي غادي يجيو في المستقبل. المهم كل شيء بخير وعلى خير لحد الآن. المهم جات البنت مشات عند امها قالت لها امي راني تعرفت على واحد الدري، راه هذاك الدري ولد فلان، راه كان كيسكن حدانا وهادي وراه ولا مهندس دولة وراه تيسرت الامور ديالو وهادي، ما ترفضوش ليا وهادي علاش هما ناس ميسورين الحال بزاف. مسك عليهم الله باهم ورث في الوالد ديالو الله يرحمه، حتى غير هو اللي كان عند الاب ديالو، ونهار توفى الاب ديالو المهم خدا كاع الاملاك وكل شيء. المهم كلشي ولا ديالو كلشي، ولا لاباس عليه السيد. وتقولي عندك قالت لي ما عندك ماما ما تبغيوش تزوجوني بفلان. المهم راه ولا مهندس دولة وراه قاد بيا وراه شرا الدار واتتها وهاللي كاين وهاللي كاين. قالت لها بنتي حنا راه ماشي من دوك الناس اللي كنميزوا لا حق هذا عنده الفلوس ولا ما عندوش لا ما نزوجوكش ليه. قلت لها بنتي انا لا بغيتي شي واحد رانا ما غاديش نرفض، ومزيان باللي بنتي شكون كره انه بنتو تزوج وتستر ودير دبيرتها وهادي. المهم قالت لها بنتي غنتشاور مع باك فاش يجي في العشيه وباش ما كان نرد عليك غدا في الصباح. فعلا جا الاب، هضرات معاه الام ديالها قالت لها فلان راه بنتك جاو فيها الخطاب بغا يدويو فيها شي ناس بغاو يجيو يدويو فيها، راه هاد الناس هما ولد فلان كذا وكذا وهادي رحنا تنعرفوهم. قال لها مرحبا غير يكون قاد بالمسؤوليه وهادي ويخاف الله ببنتنا مرحبا به. وفعلا الام من فرحتها مشات ديك الساعه كتقول لبنتها بلي راه باك وافق وهادي، ومشات قالتها السيد اللي هي كتبغيو داكشي وصافي. وافقوا انهم يجيو نهار السبت ويجيبوا الخطبه ويجيو يدويو في البنت. المهم البنت وجدوا خملوا الدار سيقوا فرحانين. راكم عارفين فاش كتكون شي بنت باغا تزوج الام مسكينه توجد وهادي وكل شيء. وجدوا كل شيء اي حاجه اللي تحمر الوجه راه وجدوها، ومشات حطت على القفيطين وكل شيء بخير وعلى خير. المهم وصل نهار السبت جاو دوك الناس اتفقوا بيناتهم، داروا اللي خصو يدار وكل شيء مزيان وعلى خير. واتفقوا ان البنت غادا يجيو امتى يديروا العرس وهذه، لانه السيد عنده غير جوج بنيتات وبغى يدير يعني اول فرحته بغى يفرح بها وهذه بغى يدير البنت والعرس. المهم البنيته ما مولفاش كدير الماكياج، ما مولفاش داك. راكم عارفين البنت فاش يلاه نهار عرسها كدير الماكياج كتمشي عند الكوافور داكشي كتولي زوينه، خصوصا الا ما عمرها حطات داكشي في وجهها. داكشي كيطلع عليها كما كنقولوا كيطلع عليها داك الماكياج وكتجي زوينه. المهم البنت ما كديرش الماكياج، كدير غير عقير صافي وكدير ديك فون دو تاع ماشي فون دو تاع ليكران ديال الشمس صافي. هي اللي كدير غير ليكران كتحمي وجهها البشره ديالها من الشمس، وكدير داك العقير خفيف باش ما يبقاش وجهها ناشف وصافي تبان صفرة. المهم البنيته نهار العرس ديالها طلعت ما شاء الله آية في الجمال.
ما عرفتهاش الام ديالها ولا خواتات على حتى شي واحد. المهم داروا داك العرس داروا غيديروه في القاعه. ديك الليله اللي غادي يمشيو للقاعه، المهم جاو الناس، جا كل شيء بخير وعلى خير وهادي. وراكم عارفين في القاعه كيكون واحد البيت خاص بالعروسه، كيبدلوا فيها الحوايج، كتبدل فيها حوايجها، وكتقاد فيها المشطه ولا الماكياج، شي حاجه روتوش هكا. المهم وجدوا ليها كلشي ديالها ودخلوها لداك البيت ديال القاعه، بحكم ان سميتو اللي غيجيبو يعني فنان في الماكياج، السيد اللي غادي يصايب ليها الماكياج وداك الشيء. المهم داك السيد صرع ديك السيده ديال بصح، صرع البنت ولات كتبان زوينه. المهم البنت مني دخلت الام ديالها تشوف بنتها كيفاش طلعته هذه، قالت لها ما شاء الله. فهمتي يعني ردة الفعل ديال الام كانت غير متوقعه، دارت واحد ردة الفعل بحال مصدومه، بحال تفاجئت، بحال ما نعرف اشنو. مع دار ليها لي لونتي والشفار وداكشي، البنت ولات وحده اخرى. وزادوا ركبوا ليها الشعر، ولات شي حاجه راكم عارفين بلا ما نشرح لكم. فاش شي وحده ما كتكون مولفاش دير الماكياج، وفاش كدير الماكياج كتطلع غزاله ما شاء الله. المهم المراه مني بدات هابطه من الدروج، والبنت اللي هي عروسه قالت ليهم شكون طفى الضو. قالت لهداك السيد اللي كيماكي ليها والبنات النقافات اللي تما، قالت لهم علاش طفيتوا الضو؟ قالوا ليها لا حنا ما طافين لا ضو لا والو. قالت لهم راني ما بقيتش كنشوف شكون طفى الضو، واش كتضحكوا معايا؟ قالوا ليها لا ما كنضحكوش معاك. قالت لهم راني ما بقيتش كنشوف حتى شي حاجه. المهم عيطوا على امها، على بواها، على خوتها، مشاو كيجريو وكيغوتوا اويلي الدريه عمات، الدريه مبقاش كتشوف. راكم عارفين ردة الفعل ديال الوالدين، وهذا غيشوفوا بنتهم ما بقاش كتشوف، تخلعوا عليها وبداو كيغوتوا ناري ناري. المهم وداك الغوات حاولوا داك الجوق وداك الشيء باش الناس ما يعيقوش هادي ويخرجوا البنت من داك الباب الاخر. المهم خرجوا البنت، داوها للطبيب، كيجروا بها للطبيب وكيهدنوا في الناس اللي برا، كيقول المراه البنت خفات وهادي. وبقاو حتى الناس مشاو في حالهم، حيت البنت ما بقاش رجعات، لانه البنت مشى ليها البصر ديالها، ما بقاش كتشوف لمده 7 سنين. والبنت عمية مسكينه مكفوفه ما بقاش كتشوف. والسبب ديك الرؤيه، ديك الشوفه اللي شافت فيها امها، ولا ما عرفش كيفاش هاد الشيء وقع. قالت لك ايفوا شافت فيها ما ديك الشوفه وبدات تتقلب ليها في عينها، وهذا الدريه عمات، غير هبطات الدريه عمات، ما بقاش كتشوف قدامها. داو على الطبيب هذه البنت عندكم راه صافي عمات، راه ما بقاش كتشوف. صافي الزوج ديالها قال لهم عرفت شنو غديروا، انا بغيت ندي مراتي اللوطيل، ما بغيت نمشي لا للدار لا حتى شي حاجه، راكم عارفين عائلته وداكشي راه كاينين في الدار عندهم. يعني دا مراتو اللوطيل، داها اللوطيل وبقى معاها وحاول انها تشوف ويسولها شو وقع لك وهادي. قالت لي ما عرفتش اشنو وقع ليا، كيفاش حتى ما بقيتش كنشوف. والراجل ما تخلاش على مراته، تقدروا لمده 7 سنين، ولدت 2 وليدات، بنيه ووليد، وبقى معاها حتى تقدروا ان البنت رجع ليها البصر ديالها. وكيفاش رجع ليها البصر ديالها؟ حتى النهار اللي غادا توفى الام ديالها، خوتها جالسه في الدار، فاذا بهم في الصباح كيفيقوا في المراه كيلقاوها توفات قدام الامانه امانته. مني صونات لخوتها وقالت لها راه امي ماتت وها اللي وقع، الدريه ولات كتشوف. تقدروا معايا، نهار ماتت الام ديالها وعرفت ان امها ماتت، البنت رجعت ليها البصيره ديالها وولات كتشوف. كيفاش هادشي؟ انا براسي اللي كنعاود القصه، اقسم بالله جاتني في شكل كيفاش الام واش صابتها بالعين، واش ضربت بنتها بالعين، لانه العين حق. والاكثريه ديال الناس مساكن راه كيقولك نص الروضه في الناس ميتين بالعين، لانه العين حق علينا. شو غنقول لكم؟
الانسان لا شاف شي حاجه يقول تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن سبحان الله في خلقه. المهم الانسان يذكر رحمه ويذكر الله سبحانه وتعالى. لا شاف شي حاجه زوينه ماشي يقول ناري كي وليتي. بحال هكا الام فاش دخلت شافت بنتها قالت لها ناري كي وليتي ما بقيتش نعرفك تبدلتي، وبدات تقيس لها في عينيها كتقول لها وناري ولاو لك عينيك زرقين. ما خاصش نقول ناري ولا راه هي شي حاجه راه لا مكتابه، ولكن هذاك قضاء وقدر ديال الله سبحانه وتعالى مكتاب. داك البنت ما غاداش تبقى تشوف، ولكن راه العين حق علينا. الانسان لا شاف شي حاجه ولا شفتي وليدك مثلا جاب شي نوط مزيانه، ولا شفتي لبست شي بنتك لبست شي لبسه وجاتها زوينه، ولا كانت ضعيفه وبدات غدا وكتغلط وتزيان، ولا اي حاجه. المهم خدمت شي خدمه ولا كانت عندها شي هوايه وغدا وكتحسن فيها، ديما نذكر الله سبحانه وتعالى. تبارك الله ما شاء الله تبارك الله على بنيتي، الله يحفظك من العين، الله يشوفك بعين الرحمه. فهمتي يعني الانسان يذكر الله سبحانه وتعالى لا شاف شي حاجه زوينه. ماشي نقول ناري ولا نقول لا، هادشي مخصوش يكون، مخصيش نقول ناري ولا نتلفظ بهاد الالفاظ هادو. نحاول انني نهضر بواحد الحاجه زوينه ونوصل الميساج بواحد الطريقه زوينه. ولا شفت شي حاجه نحاول ان حتى راه كاين كيقول لك عينه خايبه وحق الله شحال من واحد كيصفيها لتريكتو غير بهذيك العين. وحق الله شحال من واحد وواحد النهار ما نكذبش عليكم فاش كنا في دارنا واحد المراه يا ربي تسمح ليا ما نكذبش عليكم اخوتي فين ما شافتش فينا تينوض صداع ولا ما عرفتش راه شافت فيها 2 مرات طاحت اقسم بالله. واحد النهار ماما لبست عبايه جابتها ليها واحد صديقه ديالها من الامارات الله يجازيها بالخير، وماما جاتها واعره ودارت داك الزويف ديالها وهادي، وكانت طالعه للحانوت حدا ديك المراه حتى بيننا وبين الحانوت غير شاريه غير الطريق، وصافي لبستها ماما باش نمشيو نهبطوا. المهم مشات تجيب شي حاجه من الحانوت. ايوا مني مشات ماما وشات في الولد لا ما جاتك العبايه عم زيناتها منين شريتيها؟ وماما ما غادي مسكينه غاديه وهي طيح يا خوتي ترس ليها التليفون وايديها مع طاكات بايديها. عرفتوا كاع هاد المصاد ديال ايديها كلهم تجرحوا لها بداو كيسيحوا بالدم وتشرقات ليها العبايه. الانسان لا قال شي حاجه يقول اخوتي تبارك الله ما شاء الله حتى شرو الله العظيم الى العين حق. راه سبحان الله راه بصح كاين المكتوب ولكن مكتاب لك انك ترى لك ديك الحاجه بديك العين ولا بديك سميتو. راه كاين اللي كتكون عينه خايبه الله يسر الله يبعدهم علينا يا ربي. وكنعاودها وكنقولها اي حاجه شفتها نقول تبارك الله ما شاء الله. خوتي وخواتاتي خليتكم في رعايه الله، دمتم سالمين، تهلاو في راسكم، احبكم في الله، تهلاو في راسكم، مع السلامه.